بعد ما انتهينا من المفهوم ديال الشخص غادي ننتقلوا للمفهوم ديال الغير. واول محور عندنا هو وجود الغير. شنو كنقصدوا بالغير اصلا، وشنو العلاقه ديالو بالانا، وشنو الدور ديالو بالنسبه للذات، شنو الدور ديالو بالنسبه لينا حنا في حياتنا. وهادشي اللي غادي نشوفه الا كان ضروري علاش، ولا كان ماشي ضروري علاش. نفهموا بعدا شنو المقصود بالغير هو الاول، ومن بعد نطرقوا المواضيع الاخرى. الغير هو الأنا الذي ليس أنا، بمعنى هو إنسان آخر مثلي ولكن ليس أنا. بمعنى تاني أنه ذات بشرية أخرى تشبهني في الصفات الجوهرية للإنسان اللي هي العقل، بمعنى أنه إنسان ولكن مختلف عني، ذات أخرى مختلفة عليا في التفكير، في السن، في الهوايات، وفي بزاف ديال التفاصيل الأخرى. يعني هو الشخص الآخر، هو أنا بحكم أنه إنسان حالي عنده عقل ولكن ماشي هو أنا. يعني هو ذات أخرى عندها صفات معينة وعندها تفاصيل أخرى معينة. من بعد ما عرفنا شنو هو الغير غادي ندوزو الإشكالية اللي كيطرح هذا الموضوع، اللي هي هل وجود الغير يعتبر ضروري بالنسبة للذات أم يعتبر مصدر نفي وتهديد ليها. واش هذاك الغير ضروري بالنسبة لنا ولا هو كيهدد الذات ديالنا وكينفي الوجود ديالها. الموقف الأول ديال هايدغر اللي قالك الغير يمثل تهديد للأنا، يفقد الأنا أصالتها وخصوصيتها وتميزها، بحكم أن العيش المشترك داخل حياة يومية يصبح الأنا يفكر ويتصرف كما يفعل الآخرون. الغير كيمثل تهديد على الأنا. وجودك مع الناس في الحياة اليومية كيخليك بلا إمكانيات تميزك، حيث انت كتبع نمط حياة مشتركة مع الآخر، حيث انت داخل المجتمع. مثلا وسائل النقل ولا استعمال الانترنت ولا استعمال الآلات الإلكترونية مثلا في البيت ديالنا، هادشي كامل كيديروه حتى الآخرين. يعني نفس الخصائص اللي عندهم هما عندنا حنا، نفس الحاجات اللي كيستعملوها كنستعملها حنا. بالتالي كيولي الشخص كيفقد ديك التميز ديالو، ديك الأصالة ديالو، كيولي كيشبه الجميع بحال كأنه لا أحد. بخلاصة بما أنك داخل مجتمع حياة يومية مشتركة مع الآخر، كتفقد داكشي اللي كيميزك وكتولي بحال الناس الآخرين صافي. بخلاصة لا بغينا نقولوا ديال الموقف الأول. دابا سالينا هذا الموقف غندوزو للموقف الثاني اللي هو ديال سارتر. كيقولك الغير يجعل الأنا في حالة تهديد مستمرة، وبالتالي تدرك الأنا العبودية التي يمارسه الغير عليها، بحيث أنه ينظر إليها كشيء، وهنا تعي الأنا ذاتها وتسعى إلى التحرر من تلك العبودية. ذلك يقول وجود الغير ضروري لتعي الذات ذاتها وتتحرر. وعنده واحد المقولة كيقول فيها الجحيم هو الآخرون. الجحيم ديال الذات هو الآخرون، هو الغير. هنا هو كيتفق مع ديك الموقف الفيلسوف الأول، ولكن كيتجاوز وكيضيف عليه واحد الحاجات. اتفق معاه في انه داك الغير كيتعتبر مصدر تهديد للأنا، بحكم انه كينظر له كشيء. داك الغير كينظر ليك انت كشيء، كيتعامل معك انطلاقا من التصرفات ديالك وياخذ عليك احكام مسبقه. يعني كيتعامل معك بحال شي حاجه، ماشي بحال انسان عنده دماغ، وهذا كيتعامل معك كشيء. بالتالي كيحدد من الحريه ديالك. تقول لي فين كيحدد من الحريه ديالي؟ كيحدد من حريتك مثلا في التعبير، انك مقلق خصك تبان ليه هو مزيان باش ما ياخدش عليك حكم مسبق، انه غيصدر منك شي تصرف، غضبتي جاتك لحظه غضب، بغيتي تعبر ما غتقدرش تعبر لانه خفتي ياخد عليك حكم مسبق. هنا راه كيحدد لك هذاك الغير من الحريه ديالك، لانه كتولي انت غادي على حساب ديك النظره اللي هو غادي ينظر لك، خايف من ديك النظره اللي هو غادي ينظر لك. ولكن في نفس الوقت هو اللي كيخليك توعى بالذات ديالك. مثلا ملي كتكون في هذيك حاله الغضب نفسها ولا في حاله ديال الخجل، هو اللي كيلاحظ انك حاس بالغضب وكيعطيك الملاحظه، او كيلاحظ انك حاس بالفرح وكيعطيك الملاحظه. هو اللي كيخليك توعى بذاتك، توعى بنفسك. وبالتالي في هذا الاطار نيت هو نفسه اللي كيخليك توعى بالعبوديه اللي كيمارسها عليك. وهاد العبوديه هكا متبادله، حنا كنمارسوها على الغير والغير كيمارسها علينا. الغير كيخاف من الاحكام المسبقه ديالنا وما كيبغيش يبين، ما كيكونش عنده حريه التعبير في الافعال والتصرفات خوفا من نظره الاخر، وحنا نفس الشيء كنديرو. بالتالي هذاك الغير نفسه هو اللي كيخليك تاخذ ديك القرار انك تخلص من ديك العبوديه ديالو، العبوديه اللي كيمارسها عليك في الاحكام ديالو
وبدون سابق انذار. وهنا هذاك الغير هو اللي كيخليك توعى بالنوع ديال ديك العبوديه اللي كيمارس عليك. صافي كتقرر انك غادي توقف ديك العبوديه اللي كيمارس عليه وغادي تتصرف بطبيعتك وانت مرتاح بلا ما تبقى كتفكر شنو غادي ياخذ عليا كفكره مسبقه، شنو غادي ياخذ عليا كحكم مسبق. وهذا الشيء كنا كنديرو. كيجي واحد الوقت ملي كتلاحظ ان واحد الانسان جالس على الحرف والنقطه، كتحبس، ما كتخليش، ما كتسمحش ليه انه يبقى متحكم فيك ومقيد لك ديك الحريه ديالك، وكتولي كتعبر بطلاقه وكترتاح. علاش كترتاح ملي كدير هادشي؟ لانك ذات حره، انسان عاقل، عندك عقل وحر بذاتك، وكتثبت الحريه ديالك ملي كتاخذ هذا الموقف. هكا غادي نكونوا سالينا الموقف ديال سارتر. عطيت لكم انطلاقا من الواقع ديالنا وانطلاقا من حياتنا اليوميه باش يجيكم ساهل الفهم، حيت لا فهمتوا الموقف غادي يجيكم ساهل باش تشرحوه وتفسروه وتعطيو امثله، كلشي غادي يجيكم ساهل باذن الله. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون عجبكم، يكون الشرح بسيط في المستوى ديال العقل ديالكم، وكنكون كنشرح لكم بطريقه اللي فريمون كتفهموها وكتستوعبوها وكتبقى في دماغكم. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش تخليو لي جيم وكومونتير وديروا ابوني لاشين باش اي جديد يوصلكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في محور جديد بالتوفيق ان شاء الله.